السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأتمنى تشتركوا كده في قناتي وتعالوا تفضلوا شوفوا هنعمل ايه. هنعمل أحلى كوسة بإذن الله. صلوا على الحبيب عشان قلبكم كده يطيب. وتعالوا الأول قبل أي شيء ندعو لأهالي غزة والسودان والدول العربية كلها كده، ربنا يا رب يحفظهم ويصبرهم على الابتلاء العظيم اللي هم فيه ويرحم شهدائهم، اللهم امين يا رب العالمين. وتعالوا النهارده ان شاء الله هنبدأ اليوم مع بعض بأكلة حلوة كده. وكنت بصراحة محتارة اعمل لهم ايه، وكنت مكسلة والاكلة دي اتأجلت اليوم كامل، ما كنتش عارفة هعمل لهم ايه. يلا بقى نتوكل على الله ونعمل كده مع بعض. ضربت كده زي ما انتوا شايفين في الاول خالص بصلاية، وبعد كده رحت ضربه كده جزرايه وقرن فلفل، على اساس بصراحه في البدايه خالص ان انا كنت هعمل محشي وخلاص، محشي كرنب، وما كنتش هعمل كوسه ولا اي حاجه من دي. وبعدين قلت لا هعملها وخلاص، وكانت لخبطه كده من اول اليوم. بس يلا تعالوا نبدا مع بعض باذن الله. حطيت كده طاسه على النار وتحطي الماده الدهنيه اللي انت حابه تحطيها. انا هنا حطيت زيت على النار، وبعد كده حطيت زبده، وحطيت كمان معلقه السمنه دي انا اللي عاملاها في البيت. لو انتوا حابين الطريقه قولوا لي كده، وان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاع الحاجه اللي احنا عاملينها، وجميله جدا وما شاء الله تحفه ما شاء الله. بستخدمها في كل حاجه حتى في القرص يعني. بستخدمها يعني في كل حاجه، في اكلاتي، في كل حاجه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. مرمله وجميله وتحت ايديكي، وانتوا عارفين ان الحاجه غاليه وكده، فاحنا بنصنعوا حاجات في البيت نستفيدوا بيها كلنا ان شاء الله. هنا بقى حطيت البصلايه بتاعتي هتاخد لون. وكنت اصلا لما وانا بحمر كده فافتكرت بقى ان انا عندي كوسه، فكنت لسه يعني هعمل التخديله، وبعد كده هطلع ال- الكرنب بتاعي يعني من الفريزر. فقلت لا ادام الكوسه عندي جاهزه، بدل ما احطها في التلاجة تبوظ، لا انا هعملها وخلاص. وهي الوصفه دي مفروض ما تتحطش فيها جزر، بس انا حطيت بصراحة بقى عشان ضربتها وكده، قلت مش هتحصل لها اي حاجة. وما شاء الله يعني بطريقتها جميلة جدا. حطيت بعد كده بعد ما البصلية بتاعتي ما دبلت، حطيت الجزر والقرن الفلفل اللي انا كنت ضرباه في الكبه قدامكم. وبعد كده خدت التتبيله بتاعتي او تبلته كده حاجات بسيطه. وبعد كده حطيت الطماطم، سبتها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها. بس حطيت بق ميه كده او حبه ميه صغيرين علشان خاطر الحاجه يعني تتسبك مع بعضها. هحط بقى البهارات بتاعتي، فلفل اسود، وحطيت كمان كمون وكاري وحبه شطه بسيطه كده. بس للاسف طلعت حراقه، بس والله طلع الاكل جميل الحمد لله. حطيت بهارات محشي والسبع بهارات، وحطيت كمان الملح بتاعي. وما شاء الله ما شاء الله يعني عايزه اقول لكم بهارات المحشي دي بتودي يعني المحشي بتاعنا في حته تانية خالص. هحط بقى حبه حباش كده من اللي احنا عاملينه كمان ما شاء الله. يعني الحباش ده برضو بينفعني في حاجات كتير، وعاملاه برضو لو انتوا حابين ان انا انزله كده في القناه. كل حاجه كده بنعملها مع بعض ونتعلمها مع بعض، وما شاء الله كل واحد بيعلم التاني. احنا كلنا شاطرين في بيوتنا وكل حاجه، بس بنحب نفيد بعض يعني ان شاء الله. هنا بقى كنت منشفه حبه خضره، لان ما لقيتش حد ينزل يجيب له خضره وكده. فالخضره دي عاملاها يعني بصراحه تحفه وجميله. بقالها شهر عندي اهيت ما حصلهاش اي حاجه، واول مره اجربها وما شاء الله عليها جميله جدا جدا. وهوريها لكم كمان ازاي عملتها باذن الله، هنزل لكم الفيديو قريب. هنا بقى كنت غاسله الرز بتاعي وكنت نقعته شويه في الميه، وبعد كده غسلته كويس وصفيت الميه خالص. وحطيت بقى التخديله بتاعتي او الطماطم والبصل والحاجات اللي احنا عملناها على بعض يعني دي. هحطها كلها على بعض واقلبها كده. بعد كده بقى هاخد اللي هو المنخاب او القلب الكوسه، واحط عليها حبه ملح وهفرشها كده في الصينيه. دي الطريقه اللي احنا بنحبها. طبعا كل دار ولها مدار زي ما امي بتقول، يعني كل بيت وليه طريقته في الاكل بتاعه. كل واحد بيعمل الحاجة اللي بيعملها في بيته، وبنعلمه بعض بإذن الله. ودي يعني أنا جربتها قبل كده في الحلة وكده، علشان شفتها الناس بتعملها في الحلة. بس بصراحة ما حبيتهاش زي ما أنا بحبها كده في الصينية، لأنها بصراحة يعني بعملها كده. والكوسة اللي أنا فرشاها في الأرض دي أو قلب الكوسة ده، يعني عايزة أقول لكم عيالي بتعشقه يعني بصراحة، بيبقى طعمه جميل. وكمان أنا حاطة عليه حبة ملح علشان نسبة الملوحة بتاعته تبقى مناسبة مع الكوسة اللي أنا عاملاها. تمام. وكمان الكوسه بتاعتي بتبقى متحمره وشكلها حلو، فبصراحه دي الطريقه احلى طريقه بالنسبه لي. انا جربت طريقه الحله وكل الحاجات دي، بس انا حبيت بالطريقه دي لانها بتبقى محمره وشكلها جميل كده.
هبدأ بقى احشي كده في الكوسة زي ما انتوا شايفين لغاية ما اخلص كل الكمية اللي قدامي دي. يعني عايزة اقول لكم يعني ايه، الحشو بتاعي بدخل الرز فيها كده وبدخله شوية بالمعلقة لو ايه، لو مش واصل للاخر، لكن ما بدكهاش او احشاها يعني ازنق فيها الرز جامد، لا، بحطها كده بخلي الرز براحته خالص علشان الرزية بتاعتي تطلع مستوية وجميلة كده. لو انا زقيت بصبعي او اتكيت على الرزية كده واتحشت جامد فبتطلع الرزية ايه، مش مستوية. لكن انا لما بحطها وما يعني ما بدكهاش جامد فالرزية بتطلع مستوية وجميلة كده ما شاء الله. هكمل بقى كل الكمية دي كلها كده في الصينية. وزي ما انتوا شايفين كده خلصنا الكمية وما خدناش وقت ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم الاكل ده معمول من بدري خالص، ودخلت كمان صليت ونمت وقمت وبعدين قمت على التحمير على طول بعد ما خلصتها. طبعا انا بعد ما بعملها كده بحطها ايه على البوتاجاز تاخد وتدي كده مع نفسها لغايه ما تستوي. هوريكم كمان الميه اللي انا بحطها وبغطاها ازاي بين الميه. وزي ما انتوا شايفين كده خلصت كل حاجه، حتى الرز اللي فاضل مش هنرميه ولا اي حاجه، هنعمله كمان مكمور، او بقيت الرز بطبخه كده زي اي رز عادي، بس ايه، ده احنا مسميينه عندنا مكمور، مش عارفه بقى انتوا عندكم مسميينه ايه. خلصت كل حاجه، هلمع بقى كل الدنيا حواليا كده. وكمان انا مش عارفه صوتي بيروح فين يا جماعه، والله انا كل شويه بوقف التسجيل لاني مش عارفه صوتي بيروح خالص، وبعدين ارجع تاني يعني اكمل تصوير معاكم. عايزه اقول لكم ان انا كنت الشقه عندي زي الفل ما فيهاش اي حاجه، فحبيت بقى ان انا قبل ما اولع على الطبيخ بتاعي حتى الكبه والحاجات اللي احنا عملنا فيها مع بعض هغسلها واخليها زي الفل كده. حتى الرخامه بتاعتي هلمعها، مش هخلي ورايا اي حاجه كده علشان الدنيا تبقى سلسه كده وجميله ونظيفه وحلوه كده. زي ما انتوا شايفين صينيه الكوسه شكلها تحفه وجميل ازاي. بقيت كمان الايه، قلب الكوسه احطها برضو مع الرز بتبقى جميله جدا وطعمها تحفه وحلوه يعني وبالطعم الرز. هولع بقى الايه النار واحط كده الحله بتاعه الرز بتاعتي وكمان الكوسه، ونحط الميه بتاعتي. شوفوا انا هغطيها بس كده اهوت، بس مش هتبقى زياده الميه، مش يعني مش هتبقى اعلى من الكوسه، هتبقى بس مستوى الكوسه. هخليها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها. والرز بتاعي بولع عليه النار عادي، او المكمور بتاعي بولع عليه النار عادي، واول ما احس ان الرز بتاعي اتشرب كده هقلبه تقليبه كده واحط له كمان الايه الصاجه بتاعتي علشان خاطر بقى ياخد راحته خالص. هوطي النار خالص عليه، وبعد كده ايه هحط له الصاجه كده وايه واسيبه ياخد بقى ويدي كده مع نفسه لغايه ما ايه ما يبقى زي الرزيته كده زي الرز الطبيعي العادي ده، وبيبقى طعمه حلو والاولاد كمان بتحبه الحمد لله. هنا بقى هوريكم الكوسه اهيت خلاص يعني ابتدت بقى ان هي تشرب الميه. هسيبها كمان غلوتين لغايه ما الميه دي ما تبقاش موجوده خالص، عشان احنا بنحبه كمان القعر بتاع الايه الكوسه. بعد ما اتشربت الميه خالص كده زي ما انتوا شايفين هحطه بقى في الفرن الصغير بتاعي ده تاخد لون. وادي المكمور بتاعي خلاص كمان ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايفين عامل ازاي؟ انا عايزه اقول لكم كان قرب يبرد كمان. يعني انا كنت طافيه عليه من حوالي ساعه، بس كنت مغطيه الرز بقى تغطيه حلوه كده علشان ايه، الرز بتاعي ما يبردش. هبدأ بقى اقدم زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه طبعا اللي انتوا حابين تقدموا بيها. انا حبيت ان انا اقدمه كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم الطبق التقديمي ده عيالي بتتعارك عليه، لانه بيبقى احلى حاجه على السفره بتاعتي او على الطبليه بتاعتي، بيبقى شكله جميل كده. هنا بقى شايفين صينيه الكوسه بتاعتي تحفه وجميله وما شاء الله ولا قوه الا بالله، مظبطه كده وجميله وحلوه خالص ومتحمره كده. انا بحب بقى باللون الجميل ده. حتى حبة الفلفل او قرن الفلفل اللي انا حاطاه متحمر كده وجميل، ممكن تاكليه او تزوقي بيه كده على وش الطبق بتاعك زي ما انت حابه. هنا الطبق بتاعي خالص اهوت ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللي وصل لغايه هنا من الفيديو ما ينساش بقى يعمل لي لايك كده يا جماعه، ويكتب لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي احنا بنعملها. بوريكم كمان الكوسه اللي انا كنت حاطاها في قلب الايه الصينيه ما شاء الله كده بتتاكل اكل وجميله كده وطعمها حلو خالص. هنا بقى الطبق التقديمي بتاعه هو جاهز. هبدأ بقى ان انا ايه ارص كده كمان عليه زي ما انتوا شايفين. اتمنى بقى يا جماعة اللي يشوف الفيديو ما ينسينيش في لايك وسبسكرايب كده ودعوة حلوة كده من قلبكم. شايفين انا بقسم لكم الكوسة اهي، شوفوا الرزاية من جوه مستوية مش مدكوكة ولا اي حاجة من دي، طعمها جميل بتدوب كده في الحنك ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اوريكم كمان واحدة ايه، شايفين عامله ازاي يعني ما شاء الله. الرزايه مستويه جميله والله العظيم، ما فيهاش ولا حبه كده ناشفه ولا اي حاجه من دي، بفضل من ربنا طعمها جميل. اتمنى بقى يعجبكم الفيديو
ما تنسوش تكتبوا لي بقى في الكومنتات إيه رأيكم في الحاجات اللي احنا بنعملها، وما تنسونيش في لايك وسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.